هذا أحسن حديث تسمعه في الصيام. يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. اختص الله سبحانه وتعالى مع أن كل العبادات هي لله. هو الصيام بس لله؟ لا، كله لله. لكن ربنا اختص الصوم لأن الصوم لا يعلمه إلا الله. الصوم هذا سر بينك وبين الله. ممكن واحد يبقى فاطر ومحدش يعرف عنه حاجة، صح؟ سر بينك وبين ربنا، خلاص. وكلمة وأنا أجزي بيه دي تطمنك وتريحك. يعني ما تتخيلش الأجر بقى، أنا هدي لك أنا أجر، ما تتخيلهوش أنت. ثم قال في الحديث: والصيام جنة. الصيام جنة يعني وقاية من الفتن، وقاية من الشهوات، وقاية من النار. ثم قال: فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر. عايزين نتعلم الحديث ده فيه آداب الصوم. فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث قالوا الجماع في نهار رمضان، وقالوا مقدمات الجماع، وقالوا الكلام الفاحش البذيء كله. ولا يسخر، ما بقاش في شتيمة ولا سب ولا غيبة ولا نميمة ولا كذب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند الإمام أحمد من حديث أبو هريرة: رب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش. خلي بالك، تلاقي ناس بتصوم وناس بتسب الدين وناس بتصوم وما بتصليش وناس بتصوم ونايمة ليل النهار، يقول لك قول له قوم المغرب أذن وليلة بيضة. رب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش، ولا ده ولا عطش ولا تنيل اللي هو نام ده. ورب قائم حظه من قيامه السهر. وعند البخاري من حديث أبو هريرة يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. المهم النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. ناس كتير بقى تقول لك السكنة في رمضان إيه؟ خلقي ضيق. ليه يا عم؟ ليه يا عم خلقك ضيق؟ هو رمضان بيضيق الخلق؟ بيضيق الخلق يا اخويا؟ حاجة غريبة أوي. ماشي، حاجة غريبة أوي. والنبي هنا عليه الصلاة والسلام ليه قال مرتين إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم؟ العلماء بيقولوا واحدة بيذكر بيها نفسه عشان هو ما يغضبش، وواحدة بيذكر فيها اللي قدامه عشان اللي قدامه ما يغضبش. قال: والذي نفسي بيدي لخروف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. الريحة اللي بتطلع من الإنسان دي عشان معدته فاضية، الريحة دي ربنا بيحبها. يعني عند ربنا الريحة دي أحسن من ريح المسك. قال: وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره. بعض العلماء قالوا وانت قاعد على المغرب كده بتاكل في رمضان باين فرحك لله، عشان هو ربنا قال كده: إذا أفطر فرح بفطري. تفرح ليه؟ تفرح اللي انت كنت صايم وربنا من عليك بالصوم. تفرح اللي انت بتاكل وغيرك ما بيقدرش ياكل. تفرح اللي انت في بيتك وغيرك أسير. تفرح في حاجات كتير. باين فرحك لله وانت بتاكل.